لو عايزه تخسي يبقى لازم تلتزمي ببعض النقاط اللي هتساعدك انك انت تخسي وتوصلي للوزن المثالي اللي بتحلمي بيه. اول حاجه هنعملها من النقاط دي يبقى ان احنا لازم نلتزم باربعه ونمنع اربعه ونمارس اربعه. ايه هما اللي احنا هنمنعهم؟ السكريات، النشويات، الزيوت المهدرجه، وكمان السهر. ليه بقى؟ لان السكريات والنشويات والزيوت المهدرجه هي السبب في التهابات الجسم، هي السبب في اكسده الخلايا، هي السبب في كل امراضنا، هي السبب في ان جسمنا ما بيقدرش ينزل وبنتخن عن شخص تاني. وكمان السهر المدمر للصحه، السهر المدمر للجسم، السهر اللي بيخليكي ما تخسيش وبتاكلي بالليل. احنا ما بنخسش والعمليات الحيويه ما بتحصلش في الجسم غير لما بننام بدري، وكمان بننام في اوضه ضلمه، وبننام في درجه حراره معتدله، ضلمه ما بتشوفيش فيها ايدك، مفيش تليفون، مفيش مجال واي فاي، كل الحاجات دي، وتنامي من 6 ل 8 ساعات متواصلين علشان تقدري تحرقي. ومش من 6 ل 8 ساعات متواصلين تقولي لي انا نمت بعد الفجر لحد الظهر او لحد العصر وكده 6 8 ساعات، لا، من الساعه 10 بالليل، لان هرمون النمو بيطلع من الساعه 10 للساعه 12، ومن هنا بيساعد الجسم على الحرق. اهم حاجه تكوني واكله قبليها باربع ساعات ومعدتك تكون فاضيه، وكمان بتمارسي الصيام المتقطع. طب ايه الحاجات اللي احنا هندخلها جسمنا؟ الاكل الصحي والمكملات الغذائيه، وكمان المشروبات الديتوكس زي المشروب الاخضر والمشروب الاحمر، والميه. الميه بتغسل الجسم من السموم، الميه بتساعد الجسم على ان هو ينظف نفسه بنفسه. الميه دي حياتنا كلها فيها، فلازم نشرب ميه باعتدال، نشرب ميه على قد ما نقدر، مش اقل من 8 كوبايات في اليوم، وان كان في الصيف يزيدوا اكتر، لان احنا بنعرق وبنفقد ميه كتير اثناء النهار. تمام كده. الاكل الصحي نقدر نعمله بكل طريقه سهله من اكل البيت بس بطريقه صحيه. اعرفي بيدخل بقك ايه وامتى. مكملات الغذائيه، لان الجسم لو هو عنده عنصر ناقص زي عنصر المغنيسيوم، البوتاسيوم، فيتامين د، الكالسيوم، اي عنصر ناقص في الجسم بيخلي الجسم يحصل فيه خلل. والخلل هنا اول حاجه بتيجي على صحتنا، بتنعكس على صحتنا. فاصبح ان احنا لما بناخد منتج مكمل غذائي ويكون مكمل غذائي في صوره طبيعيه، ناخده من الاكل، ناخد المكملات الغذائيه، لان الاكل مش هتقدري تاخدي منه المكمل بتاعك، او مش هتقدري تاخدي الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاج لها او الحصه اليوميه منها. لكن لما بتاخدي مكمل غذائي في صورة أورجانيك أو في صورة طبيعية، بتعوضي جسمك النقص اللي فيه، يبتدي الجسم يعالج نفسه بنفسه. أول حاجة يعملها إنه جسمك يخس. المشروبات الخضراء والمشروبات اللي هو البنجر والبرتقال، الفراولة، كل المشروبات، المشروب الأحمر، المشروب الأخضر، الكرفس، البقدونس، التفاح، الخيار، كل المشروبات دي ديتوكس برضه، بتمد جسمك بالفيتامينات والمعادن، وفي نفس الوقت بتطرد المية من الجسم، لان طول ما جسمك محوش ميه طول ما انتي مش هتخسي، وطول ما بتشربيش ميه كتير جسمك بيحوش ميه ما بيفقدهاش. فلازم نشرب ميه وناكل اكل صحي ومكملات غذائيه، وكمان العصاير الديتوكس اللي بتساعد على طرد السموم وطرد الميه المتخزنه في الجسم، وكمان بتديكي فيتامينات ومعادن، لان كل الاغذيه دي كلها اغذيه صحيه بتساعد جسمك ان هو يتعافى. هنمارس ايه كمان؟ هنمارس الرياضه، هننام بدري، هنتامل، هيكون عندنا صيام متقطع، لازم يكون عندنا صيام متقطع، والعزيمه على انك انت تحققي هدفك، انك تخسي بكل الطرق الصحيه اللي هتساعدك انك تخسي من غير ما شعرك يقع، من غير ما وشك يترهل، من غير ما يبقى عندك شحوب في بشرتك، من غير ما تزهقي من الدايت. عايزين ان احنا نعمل الدايت ده، مش ان انا ابقى عامله دايت هخس، هلتزم شهر 2 3 ولما اخس ارجع اكل وارجع للعادات الغير صحيه او العادات السيئه اللي انا كنت بعملها، هيرجع جسمك يبقى ياخد ردة فعل ويبقى اسوأ من الاول بكتير. هناكل اكل صحي، وفي على اليوتيوب كتير طرق بتعرفك ازاي تعملي اكل صحي وبدايل للسكريات وبدايل النشويات والزيوت المهدرجه. خلي جسمك يرجع تاني يتحسس للاكل، خلي جسمك يرجع تاني يتحسس للانسولين. ما تخليش الانسولين يفضل مرفوع في الجسم، لان الانسولين لما بيترفع في الجسم الالتهابات بتزيد. الكورتيزون كمان اللي موجود في جسمنا، طول ما انت في حاله ضغط عصبي وستريس، كل ده بيأثر على جسمك وبيأثر على حرقك وبيأثر على الغده الدرقيه وعلى كل شيء، كل اعضاء الجسم، لان طول ما الكورتيزون مرفوع في الجسم
كل الهرمونات اللي في جسمك مش شغاله. فانا دلوقتي اعمل ايه؟ لازم اكون عندي في عندي كل يوم اتنفس كويس، اتامل، اسيب كل حمولي على ربنا، اتصالح مع نفسي، امشي بكل الخطوات اللي انا قلتها دي. اول حاجه احنا لازم نعملها ان احنا ننظف جسمنا من السموم. الكبد طول ما هو مليان سموم بسبب الاكلات الغلط اللي احنا بناكلها بيحصل عندنا دهون الكبد، من هنا بيحصل اكسده البشره، بيجي الامراض، تساقط الشعر، السماره اللي تحت العين. ده احنا كده الحاجات العاديه. كمان بيخش كمان على الغده الدرقيه، وبيخش كمان على كل مفاصل جسمنا وعلى جسمنا، لان الكبد هو اللي بيطرد السموم. لما الكبد بيتعب بسبب الاكلات الغلط اللي احنا بناكلها، بناكل في اي وقت واي حاجه، كل الحاجات دي بتخلي جسمنا ما يبقاش صحي. كل الحاجات دي بتخلينا ان احنا ما نقدرش نشتغل على جسمنا صح تاني.